اللي طلعها في اسانسير داس على زرار وظبط شكله في المراية، واللي طلعها على السلالم خطوة خطوة شافها بكل تفاصيلها، بيبان وحيطان وارقام وناس طالعة وناس نازلة، حس بأنفاسه ومجهوده، وقف ريح في النص وبعدين كمل، ووقف شوية يظبط هدومه ورمى السلام على اللي طالع واللي نازل. المهم ان لما الاتنين بيوصلوا، اللي طلع على السلالم شاف كتير قوي، اما اللي طلع في الاسانسير ما شافش غير نفسه بس في المراية. انا ما بحكمش مين احسن من مين، بس الرحلة مختلفة تماما. لو فارق معاك تتعلم خد السلم افضل علشان ما تعطلش في النص، وانت فاهم كلمتي كويس، لان ساعات الاسانسير بيعطل، وبكده اللي طالع على السلم هو اللي هيوصل الاول. وهي دي الحياة، ما تركزش مين طالع ازاي. واخيرا خليك في سلمتك واستمتع وانت طالع. شكرا، احلى مسا عليكم.